السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى واجمل متابعين؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب يوصلكم الفيديو وانتوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة هنعمل فطيرة جميلة جدا ان شاء الله تعجبكم. فطيرة بالسجق والخضار كده احلى من البيتزا مليون مرة، يعني الريحة والطعم تحفة من الاخر. وابني بيصورني المقطع الاخير دوت بيقول لي خلصي يا ماما، انا تعبت، انا جوعت قوي، جوعتيني اكتر، خلصي انا عايزه اكل. جميله جدا بجد، تحفه تحفه، يعني اللي جربها مش هيندم انه جربها. مكونات بسيطه ومفيش حاجه صعبه ولا فيهاش تكلفه ولا حاجه يعني. واللي مش عايز يعملها بالسجق يعملها المشروم. انا ما بحبش المشروم انا ولا ولادي. تقدروا تغيروا براحتكم في الوصفات، يعني مفيش اي مشكله خالص. شايفين جميلة ازاي ولذيذة، طعمها احلى من البيتزا بجد، يعني ريحة مش متخيلة ريحتها وطعمها. معايا 3 انواع من الفلفل او نوعين زي ما انت حابة. كان موجود عندي 3 انواع، اخضر واصفر واحمر. ومعايا حبيتين طماطم. اقشرهم الاول واقطعهم ناعم، برضو كل الخضار هيتقطع ناعم. ومعايا حبتين بطاطس هنبشرهم هما كمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا حبايب قلبي اللي يشوف الفيديو مشتركش في القناة فضلا وليس أمرا يشترك وفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. ان شاء الله في وصفات جميلة جدا هتعجبكم. طبعا انا قطعت الطماطم صغير زي الفلفل، والبطاطس بشرتها على المبشرة الناحية الناعمة، وهنعصرها كويس اوي من المية اللي بتنزل منها. زي ما انتوا شايفين كده حطيت الخضار كله مع بعضه جنب بعضه، وهنبدأ بقى نشوف هنعمل ايه. شوفوا المية قد ايه نزلت من البطاطس، ضروري جدا. احنا مش غسلناها ولا حاجة، مش لازم لها غسيل يعني. نعصرها كويس بس من السائل بتاع اللي نزل منها دوت. الفيديو هينزل متأخر بقى، معلش. الوصفة دي بصراحة يعني كلها فيتامينات وجميلة جدا، يعني عملناها على العشاء كانت جميلة جدا. بصلة كبيرة قطعتها ناعم برضو. وهنضيف بقى أول حاجة 4 بيضات، طبعا حجم كبير يعني. هنقلبهم كويس. معايا كمان 100 جرام من جبنة الفيتا، أي نوع جبنة فيتا عندك. هنقلبه. هنضيف البصل على الجبنة والبيض ونقلب. شكل الخضار كده كفاية يفتح النفس، ولا تحس ان فيها بطاطس، كأنها بيتزا. بطاطس ناعمة جدا. بقول الولاد وهما بياكلوا اقول لهم فيها بطاطس يا ولاد، قالوا لا مفيهاش بطاطس. بجد يعني تحفة. يعني محتارة في الاسم بصراحة، اسمي الفيديو ايه يعني مش عارفة، بس ان شاء الله اختار اسم كويس. لانها مش يعني اقول بيتزا اقول ايه مش عارفة. جميلة جدا. يعني فاقت على البيتزا بريحتها وطعمها. ضفنا الخضار كله وقلبناه كويس قوي في بعضه قبل ما نضيف باقي المكونات. كلها مكونات بسيطة وسهلة. معايا 100 جرام من الزيت. الوصفة ديت وصفة من الولايات المتحدة، بسافر بعيد قوي واجيب لكم وصفات جميلة جدا. طبعا الوصفة فيها 200 جرام زيت، انا ما بحبش احط الزيت كتير، كفاية 100 جرام قوي. ممكن كمان تتعمل من غير زيت، بس قلت بلاش يعني نشيل الزيت خالص. معايا 300 جرام من الحليب.
أو اللبن. الكمية اللي في الكوبايتين دولت 300 جرام. معلقة من السكر صغيرة، معلقة كربوناتو اللي هي بيكربونات الصوديوم اللي بتتحط للفلافل، احنا في مصر بنقول عليها كربوناتو، هي اسمها بيكربونات الصوديوم. هنقلب المقادير كويس، وهنحط رشة فلفل أسمر، يعني نص معلقة فلفل أسمر. وده الفلفل الأسمر وهنقلبه. قلبنا كل المقادير كويس قبل ما نضيف الدقيق. معايا كوبايتين هرميين من الدقيق، وزنهم 240 جرام. كل حاجة بعبرها وبوزنها علشان اللي معندوش ميزان مش يحتار. كوبايتين الهرميين من الدقيق، هنقلبه كويس قوي. انا ضفت رشة ملح صغيرة جدا، يعني ما حطيتش نص معلقة ملح حتى، يعني لان الجبنة الفيتا فيها نسبة ملوحة فمش محتاجة ملح، والجبنة الموزاريلا برضو على الوش فيها نسبة من الملح. دهنا الصينية بالزيت، ممكن تفرشي ورق زبدة وتدهنيه بالزيت برضو. ورشينا حوالي معلقتين كده من البقسماط الناعم. معايا كمان 200 جرام من السجق. هننزل بشوية تحت كده، وهننزل بقى بالخليط، نحاول نوزعه عشان نحاول منحركش السجق من مكانه عشان مش يتكون في مكان واحد. نوزعه كده بالطريقة ديت، شوية هنا وشوية هنا، ونفرده بالمعلقة. متنسوش اللايك يا حبايب قلبي، لايك وشير واشتراك فضلا وليس امر. قدمتلكوا وصفة جميلة جدا تستاهل اللايك على الاقل. هندخلها الفرن تلت ساعة بالظبط، مش هتاخد اكتر من كده. هنفرد الطبقة التانية على الوش، كمية السجق اللي باقية على الوش كده. بجد فطيرة جميلة جدا جدا، متدلعة على الاخر. لو عملتوها من غير مشروم ومن غير سجق جميلة، بس المشروم اقصد السجق مديها طعم وريحة جميلة برضه. خرجتها من الفرن بعد تلت ساعة بالظبط، مخدتش وقت يعني. وهننزل عليها رشة خضار كده ورشة الجبنة، وهندخلها الفرن تاني 15 دقيقة بالظبط، ربع ساعة يعني. رشة من الزيتون، إضافة ديت بسيطة كده من عندي لأنه مديها طعم جميل جدا برضو في الأكل، طعمها تحفة. بقولكم بيتزا يعني من الآخر. ابني كان عايز يشتري بيتزا، والحمد لله يا ماما والله إن أنا ما اشتريتش بيتزا. يبقى 2 حاجات حلوة كده في يوم واحد. لا لا لا، كفاية ديت قوي. رشة جبنة كده حوالي 120 جرام من الجبنة على الوش. ان شاء الله تعجبكم وتفرحوا اولادكم بحاجة بسيطة وجميلة. لو قلت لهم بيتزا هيصدقوا انها بيتزا من طعمها الجميل. لا اله الا الله.